مالك أخد نفس عميق وبص في عينين غسان من غير خوف. لأول مرة الجن حوالين الدايرة حسوا بحاجة غريبة. الجو نفسه اتغير، كأن البيت بقى بيشم ريحة تمرد. هنا مالك قال بصوت ثابت: عارف يا غسان ايه مشكلتك؟ إنك فاكر إنك ماسك الخيوط كلها. ابتسامة غسان رجعت، لكن فيها لمحة قلق. شمهورش هنا تراجع، وزعفر وقف، وتمتماته وقفت، كأنهم حاسين إن في حاجة غريبة، حاجة برا إيديهم. مالك هنا شد السكينة الصغيرة اللي كان مخبيها في كمه. هو مش سلاح ضد الجن، بس ضد نفسه. هنا مالك رفع ايده، وبدل ما يقرب من الباب قطع بصباعه وخلى نقطة دم تقع برا الدايرة. الأرض هنا اهتزت، صوت من الحيطان انفجر، الدم الحر كسر العهد. الدوائر الحمراء اللي رسمها غسان باظت، والنقوش بدأت تتحول لرماد. الجن التلاتة بصوا لبعض. خذلان هنا ضحك لأول مرة وقال: اللي حررنا مش هو سيدك، دي فرستك. غسان حاول ينط ناحية مالك، لكن زعفر مد جناحه الناري في وش شمهورش اللي كان أكتر واحد ما بيتكلمش. هنا قال بصوت كأنه صدى الجبال: الصفقة انتهت، دلوقتي احنا اللي هنختار السيد الجديد. مالك حس الدم بيغلي في عروقه، إحساس بالقوة مش من الجن نفسهم، لأ، لكن من حاجة أعمق من كده بكتير. الختم التاني اللي حاولوا يستخدموه ضده. البيت اتهز من الضحك، والباب اللي ما بيتفتحش بدأ يتشقق من النص من غير ما يلمسوا حد. وكان من الواضح إن اللعبة اتحولت، وغسان بقى هو اللي محاصر. البيت بقى واسع فجأة، الحيطان اتحركت، وكأن الجن قرروا يفتحوا ساحة جديدة، مش للقتل بس للتفاوض. ضوء أحمر خافت غطى المكان، وصوت شمهورش جه من بعيد: مالك، انت دلوقتي صاحب الدم، وانت اللي كسرت العهد. القاعدة دلوقتي انت اللي بتحطها. زعفر هنا ضحك ضحكة قصيرة، وجناحه الناري بيولع الهوا اللي حواليه. ادينا غسان ناخده بعيد، نسيبك تعيش بقوتك. هتتحكم في البوابة، وهتكون انت المسيطر الوحيد عليها، وتقرر بنفسك